انا سميتي ياسمين. تربيت يتيمه، ومن نهار حليت عويناتي لقيت غير جداتي الوالده والوالد توفى الله يرحمهم في هذا النهار هذا. وكان واحد خويا كبر مني، كان كبر مني بزاف في العمر. المهم هو اللي كان الحنين ديالي والرحيم، يعني وكان فيه الاب والاخ والصديق والام وكل شيء. وجداتي الله يرحمها حتى هي كانت مقابلاني انا وياه. المهم ملي توفات جداتي، خويا كان كبر ديك الساعات ولا هو اللي مكلف بيا. خلى لينا الوالد واحد الورث، يعني واحد الدار بقينا ساكنين فيها، عايشين بخير وعلى خير. ما عندنا لا حنين ولا رحيم، غير بعضياتنا. المهم ملي وصلت انا ديك 21 عام 22 عام، جا واحد السيد باش يخطبني. المهم هضر مع خويا، عجبو، كان من اطيب خلق الله. كان الله يعمرها دار وكان عايش في برا. المهم قال لي خويا صافي هي تكمل قرايتها وتزوجوا، قال لي لا نديروا العقد ونبقاو انا وياها مزوجين وتكمل هي قرايتها. وزيدون انا راه غادي نمشي لخدمتي، يعني هو راه خدام على برا، وبالما صايب ليها الوراق ونقد الامور ديالي عاد غادي نديها. قال لي خويا صافي مزيان احسن حاجه. المهم درنا العقد وتزوجت وبديت كنقرا. كملت قرايتي وراجلي مره كان كيجي جوج خطرات في العام كيشوفني وكل شيء. المهم منين دازت واحد الوقيته، صافي خدينا واحد لابارتمون ديالنا انا وراجلي وبقينا ساكنين فيها. كيجي كنبقاو ساكنين فيها، ملي كيمشي كنبقى انا في لابارتمون ديالتي بوحدي. المهم راجلي واحد شي شويه بقى كيخاف عليا، وانتي باقا صغيره وانتي باقي زوينه وانتي يقدر شي واحد يتعرض عليك، وانا ما كنكونش وكذا وكذا. المهم بقى كيزن عليا وكيقول لي خصك تمشي تعيشي مع خوك ومراته. المهم ما قلتش لكم خويا راه كان مزوج بنت عمتي، هادي اللي دارت لي الضربه هي امها. المهم خويا حتى هو كان دائما كيقول لي انا غير بوحدي انا ومراتي، اجي عيشي معانا وعمري علينا، وفي نفس الوقت بقى راد لك البال. خاصة ان خويا يعني ان مراته مازال ما كتولدش، يعني ما عندهمش الولاد. المهم من بعد واحد النقاش انا وراجلي وخويا، واخا انا صراحة كنت خايفة من المشاكل انني نسكن مع مرات خويا اللي هي بنت عمتي، حيت كانت صعيبة واحد شي شوية وتصرفاتها ما كيعجبونيش. وعاد هاد عمتي براسها يعني ماماها ما كانتش شي وحده حنينه فيا، خاصه ملي مات الوالد وبقيت مع جداتي، يعني ما بقيتش عاقله على شي لقطات ديال الحنان ديالها. او شي نهار تجيني ملي كنت صغيره تقول لي اجي نغسل ليك ولا اجي عيدي معايا، دونك ما كانش واحد الحنان والحب بيني وبين عمتي. عاد البنت عمتي يعني مرات خويا، يعني كانت واحد المسمومه ما نقولش لكم. المهم قنعني راجلي وخويا وقالوا لي باش نمشي عند خويا نسكن معاه. صافي مشيت سكنت معاه، وزيدو قال لي يا راجلي تسكني معاهم غير واحد المده بين ما نجي انا نصيب وريقات وغنديك ونمشيو اونصومبل. المهم يا لاله وافقت ومشيت سكنت مع خويا وبنت عمتي اللي هي مراته. ايوا ما نقولش لكم التصرفات ديالها كي كانت معايا ما كانتش حاملاني، وكانت فيها واحد الغيره بزاف، خاصه انها كيبان ليها انني اجمل منها، وبصح انا كنت زوينه بزاف. المهم خويا ما كانش مخصص ليا حتى شي حاجه، وعاد انا راجلي اصلا كيصيفط ليا، يعني انا ما محتاجش الفلوس، غير هو ديال العماره ديال خويا انه زعما معمر عليا وحاضيني. بالنسبه راجلي راه كان غير تاع هكا. المهم انا خويا مسكين كان مريض، كانوا عنده بزاف الازمات ديال القلب، كل خطره كنديوه للطبيب، ولكن كان ترونكيل عايش وخدام على راسو، عنده مشروع ديالو بخير وعنده دارو كل شيء. المهم بقيت عايشه مع خويا ومراته متحمله داكشي كامل. ملي كنهضر مع راجلي كيقول لي يا صافي غير صبري وكذا وراه هادي. المهم بقيت صابره. واحد النهار انا خويا دائما كيف يفيق يصلي الفجر، وتا انا بزاف د الخطرات كنفيق. المهم فقت هبط من الطاج الفوقاني لتحت وكنلقى خويا ساجد كيصلي الفجر. تا انا مشيت توضيت وجيت باش نصلي الفجر ديالي. صافي بقيت كنتسنى خويا، كنتسناه جالسه في الصالون وانا شاده التليفون ديالي وكنشوف فيه مره. المهم طواف ديك السجده، تنقول مالو واش كيسجد ولا بغى كيطلب الله ما فهمتش. بقيت انا كنتسنى واحد المده طويله، داك خويا ما ناضش من السجود. صافي وانا تخلعت مشيت حركته غير قصته هو كيطيح. ايوا هنايا انا لله وانا اليه راجعون. داك الخو اللي كان فيه الاب والصديق وكل شيء، اللي كان كيحن فيا، انتقل الى رحمه الله. عيطنا على لومبيلونس، بقيت كنغوت، مرات خويا حتى هي فاقت كتغوت، شنو واقع ما تواقع. قلنا حنا في الاول غادي شداتو غير ديك الازمه
حيت دائما كيشدوه الازمات قلبيه، وكان مسكين صحته على قد الحال. المهم دينا للطبيب وصافي تما شخصو باللي راه السيد توفى. وهذه هي اكبر دقه كليتها في حياتي. بقيت هي بوحدي كندور في عينيا ونبرقق فيهم، ما كاين لا حنين لا رحيم ولا شي واحد يحن فيك ولا غير مع من تهضري. كنت كنجلس معاه ونفش عليه قلبي، ولا عندي شي مشكل كنعاودو ليه، وكذلك حتى هو. صافي ملي توفى خويا، مراته اللي هي بنت عمتي وقفات قالت لك بغات الورث ديالها. قلت لها ماشي عيب تدخلوا الناس اللي قراب لينا في العائله، وقالوا باللي خصكم تفرقوا الورث ديالكم. المهم فرقنا الورث ديالنا، ومرات خويا مشات لعند ماماها اللي هي عمتي، يعني لدارهم، يعني ما عندها لا والد لا حتى شي حاجه. وانا قلت لكم اصلا مني مات الوالد انا وخويا كنا فارقين الورث بيناتنا. بقات ليا واحد الدويره، مشيت لهاديك الدويره وبقيت ساكنه فيها غير انا بوحدي، وعندي الكونتاكت مع راجلي. وصافي دازو الايام ودازو الشهور حتى الايمان. راجلي كيجي مره في العام، داز تقريبا شي 3 سنين الوفاه ديال خويا. كيجي راجلي كيشوفني كيجلس معايا ديك العطله. المهم هاد مرات خويا هادي سابقا اللي هي بنت عمتي، كان فين ما كيجي راجلي كتجي وكتبقى تبين لي داك الحب والغرام، وانني مع العلم انها ما كانتش كتحملني. يعني حتى فاش كنت ساكنه معاها كانت كتعاملني واحد المعامله خايبه بزاف، بحال انا غير شي خدامه، ديري هادي حطي هادي. كانت هي كبر مني بواحد 4 سنين، ولكن من مات خويا خلاها باقا صغيره. المهم كتجي عندي، وكان راجلي حتى هو كيحن فيها مسكينه وتيقول ليها ما عندهاش الاولاد ومسكينه مات لها راجل وهي باقا صغيره. كتجي عندي كل خطره شي سبب. مره غير دزنا انا وماما هنايا، قلنا ندوزو عندك. قلت انا ماشي مشكل، هادي عمتي وبنت عمتي نفرح بهم. مره راه جيت نسول، مره بغيت نسول راجلك على هاد القضيه. المهم كيكونوا دائما خطابيطي عندي ملي كيكون راجلي. انا كنت كنقول عادي راه السيده كتجي عندي وكتقنط ولا، حيت هي عايشه غير مع باها وامها. باها كان راجل كبير في العمر، وامها اللي هي عمتي وهي يعني ما كان عندها لا ولاد لا شغل لا والو، غادا جايه ليا. المهم واحد النهار هضر معايا راجلي، حيت انا كان خدام شاف واحد لوطيل في الدواد الخليج. قال لي شوفي انا راه فكرت واحد الفكره، وهذا الشيء ديال البعد قلت له كذا وكذا. قال لي راه جمعت واحد الفليسات غادي نجي ندير واحد المشروع تما. قلت له شنو غادي دير؟ قال لي غندير واحد الريستورون. وفرحت انا، قلت له احسن ما درتي. وقال لي وزيدوا الغربه وما عجبنيش انا هنا الحال، ولا جبتك انايا الولاد هنايا. المهم خربق عليا. قلت له صافي دير ما بغيتي. بغيتي تجي المغرب في بلادك احسن حاجه. صافي خدا القرار هو اصلا راسو وجمع شي فلوس وجا. قال لي غندير واحد الريستورون. حلينا واحد الريستورون ديالنا وبقينا غاديين بخير وعلى خير. حملت انا ولت واحد البنيته. غاديين ما خصنا حتى شي خير. داك الراجل فيه الام فيه الاب فيه الخال فيه كل شيء، كاين الله يعمر ليه الدار. مقابل غيستورون ديالو، مقابل البنيته ديالي وانا، وهزني فوق راسي. وحتى انا ما مقصرش من جهته. كاع داكشي درافه هي يعني في الدار حاطه حتى انا فوق راسي. كنحترم كنقدروا داكشي اللي كدير اي امراه مثاليه لراجلها. المهم البنات، هاد عمتي هادي كان راجلها لاباس عليه، عنده الديور وعنده الخير والخمير، ولكن كان زهواني. كان راجل كبير وكان كيخسر الفلوس غير على العيالات، غير هادي وهادي وهادي طويله هادي قصيره. كانت دائما عمتي طالعه مع السما، كتقول راه كيضيع رزقنا، وكان هو سقرام عليهم ما كيعطيهمش، ولكن هو عينو زايغه، يعني كان كيخسر الفلوس بزاف. واحد النهار جات عندي بنت عمتي، هاد خيتي هادي اللي كان مزوج بها خويا. واخا هكاك البنات كنت كنشم فيها ريحه خويا، واخا ما كانتش كتحملني ملي كنت معاهم. كنقول معليش ما تبقايش شاده في قلبك اللي داز دابا راه كبرنا ودرنا الاولاد وكلشي، ماشي كبرنا بزاف صراحه. المهم جات عندي بقات كتشكي عليا خصني نخدم، وراكي عارفه ما كاين لا زواج لا والو، انا خصني فين نخدم غير كذا. وهي كتقول لي واش ممكن تهضري ليا مع راجلك يقلب ليا على شي خدمه. قلت لها بحال هاد الخدمه لا يقلب لك راجلي، شنو بغيتي تخدمي مثلا نتيا؟ اشنو كتعرفي ديري؟
قالت لي شوفي خشيني فاش ما واخا يخشيني في الريستورون مثلا نتعلم عند داك الشاف اللي كيصيب الحلوى، ولا نعاونو ولا نعاون في الكوزينه. قلت لها صافي ملي يجي غادي نهضر معاه. ملي جا راجلي انا بقيت كنهضر معاه وقلت له راه بنت عمتي مسكينه، هو اصلا كانت كتبقى فيه حيت زعما راه مات لها الراجل وهي باقا صغيره وما عندها لا ولاد لا والو. قلت لها شوف ديرها فين ما كان، دخل تعلم شي حاجه، تعلم واخا هي تعاونكم وتحرك. وطبعا غادي تخلص. المهم قال لي يا راجلي صافي غادي نشوف لها شي خديمه. دخلها الكوزينه، بقات خدامه معاهم في الكوزينه ترونكيل، وبقات تبوس فيا وتقول لي يا شكرا اختي ياسمين بزاف وهذا الخير ما عمرني نساهلك. المهم انا راجلي ميسور، يعني الخير غادي وكيبان عليا. هذيك عمتي خارجه داخله عندي وشكرا ودرتي فينا واحد الخير ما نقولوش ليك، تنقول له ماشي مشكل. المهم بقات الامور غاده بخير وعلى خير، حتى لواحد النهار اللي غادي تقلب حياتي راسا على عقب. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم من بعد ما خدمت عنده تقريبا واحد 5 اشهر ولا 6 اشهر. المهم هاد الوقيته فاش دخلت بنت عمتي، باش دخلتها انا الريستورون زعما ديالنا باش تخدم فيه، يعني كنت ديك الوقيته انا راه كنت حامله بولدي الثاني عندي 7 شهور. وهنا واحد الشهر تقريبا بدا الراجل كيتبدل عليا. وراكم عارفين المراه ملي كتكون حامله بزاف ديال الحوايج كيتبدلوا. اولا كتكوني ما حاملاش داك الراجل، الثانيه كتكوني متقله، خاطرك ضيقه، ما كتهتميش براسك، كتكوني كتردي حاشاكم. المهم اخر حاجه باش تفكري فيها هي الراجل، باش تهتمي بيه شنو بغا ولا شنو ما بغا، يا ربي تكافئي مع راسك. المهم انا تشغلت مع راسي، اولا بنيتي صغيره، ثانيا مع الحمل والعيا. المهم تشغلت انا في داري ومع حالتي والحمل ديالي ومع بنتي وراسي. وهي بنت الحرام شوفوا واش ولات كدير، هي بدات كدور ليا بالراجل. هي اصلا غير ديال راسها ما كتولد ما والو، مقاده مقابله الراجل. وهي اصلا ما جات قالت لي بغيت ندخل الريستورون. دابا انا من بعد ما وقع المشكل عاد بديت كنفكر، حتى هي بلانات ونيشات على راجلي وبالعلم ديال عمتي اللي هي ماماها. المهم بقاو كيدوروا ليا بالراجل. المهم حتى عمتي ولات كتمشي عندها للريستورون، يعني ما بقاوش كيجيو عندي انايا للدار، لا ولاو خيطي بيطي عند الراجل في الريستورون. وبعد الخطرات كتفلت ليه شي كلمه ويقول لي راه قالت لي فلانه اللي هي بنت عمتي مره راه جات عندي عمتك، هي بحال زلقات ليه. المهم بقات غاده الامور. هنا يا البنات فاش اكتشفت صاحبت مع راجلي ولا داخله خارجه معاه، بعد خطرات كيقول لي راني مسافر لهاد المدينه، هي حتى هي كتغبر ما كتكونش. وكنمشي حتى كرشي لفمي ونمشي نطل في الريستورون ومنلقاها ما كاينه لا هي لا هو. تيقولوا لي راه ما جاتش مني ما كيكونش الراجل الثاني حتى هي ما كتكونش. داكشي اللي كيقولوا لي دازت الوقت ولدت انا ولادات الثانيه ديالي ما بقاش داك الراجل كيما الاول. مني ولدت بنتي راه كان هزني فوق راس وشنو بغيتي وشنو ما بغيتي، ياسمين في السماء وياسمين في الارض. مني ولدت هاد الخطره صافي داك الراجل غير ما زاقيش معايا، بحال كيفكر في شي بلايص اخرين وانا كنفكر ولكن غير ساكته. المهم دازت الوقيته ديال النفاس ديالي، وقفت على رجليا، كيبان ليا الراجل انورمال. المهم تجا عندي واحد النهار بيني وبينه كيهضر معايا، قال لي شوفي بغيت نقول لك واحد القضيه وما تقلقي ما حتى شي حاجه. قلت له ما عندي حتى شي حاجه. قال لي شوفي انا راه قررت واحد القرار، انا ميسور والحمد لله وفريمون راه تيسر لي المشروع ديالو ديال بصح، راه عرفتو راه ما كملتش عامين تبدل طونوبيلتو. المهم قال لي شوفي انا راه قررت نتزوج. ايوا هنايا بديت كنضرب في خاضي وبديت كنغوت كيفاش انك تتزوج ملي كنتي في الخارج الناس صابره عليك وما كتجيش غير مره في عام ولا جوج خطرات في العام وانا صابره وانا كنتقاتل وشحال وانا صابره لمرت خويا ومعذباني في دارها وكدير لك الخاطر وكنتهلا فيك. هو صراحه البنات انا فرطت في راسي ولكن ماشي بيديا، ولكن لانني انايا عندي جوج وليدات صغار وعاد المسؤوليه وعاد انا براسي كنت كنعاون في الريستورون يلا يوقف المشروع ديالو. وفرط انايا في راسي يعني في الشكل ديالي وفي الاهتمام ديال راسي والاهتمام براجلي، وليت مقابله شي حوايج وحدين اخرين، ولكن هاد الحوايج الاخرين اللي مقابله انايا راه ماشي ديالي انا، راه مقابله ديال الاسره كلها باش ان تمشي بعيد وهذا الراجل هذا المشروع ديالو ينجح وواقفه معاه الوقفه ديال الراجل. ايوا يا البنات ودارت بيا الدنيا وحسيت بداك خويا الحبيب اللي مشى
وحسيت ما عندي لا اب لا ام، ما عندي حتى شي حد اللي غادي نشكي عليه ولا نبكي عليه. حتى من عمتي انا كنعرفها، الا مشيت شكيت عليها عاد تشفى فيا. ونغوت مزيان داك النهار، ما نكذبش عليكم ونقول لكم تقبلت الموضوع. لا 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 لا, لا. خرج راجلي صافي قال لي غنتفاهموا، ومازال كملها وقال لك انا الشرع عطاني وانا ندي وانا فاعل ترك. واش انت كتخافي الله؟ واش انا بغيتي نمشي ندير الحرام؟ واش انت ضد الشرع سيدي ربي؟ قلت له لا انا ماشي ضد الشرع د الله، ولكن بغيت غير نعرف انا شنو خصصتك. خرج داك الراجل، ما رجع حتى نص هاد الليل، لقاني كنتسناه صافي وهضر معايا. هذيك الساعه تكلميت شي شويه، قلت ليه وا شكون هذا لاله البنات؟ شكون هادي نمشي نخطبها لك؟ انا غير كنضحك، زعما ماشي راه كنضحك، راني ناشطه مفقوصه وكنستهزأ. قال لي شوفي هاد السيده هادي اللي غادي نقول لك غتفاجئي شي شويه، ولكن راه حتى انت عزيزه عليك والله يعمرها دار، وزيدون مسكينه كتعاني. قلت له شكون هادي كنعرفها؟ قال لي كتعرفيها مزيان. قلت له غير قولها لي، شي جارتنا شي وحده خدامه في ريستورون، قول لي شكون انا ما عارفاش. قال لي بنت عمتك. ايوا هنا ماشي غير تصرفيقه، عطاني 10 تصرفيقات، وعاد حسيت بالغدر والخيانه، وانني انا هبيله وما عنديش عقل، وانني شديتها وديتها الريستورون. كنقول لي عافاك الا ما خدمها، وراه مسكينه ما عندهاش ومريضه وكاع مسكينه، ولصقي معها شي كلمه قلتها باش يخدمها. صدقات بنت الحرام هي جات خدامه عنده باش تطير لي الراجل وتخليني الله كريم، وكتشوف عندي جوج وليدات، وانني ماشي خدامه ولا شي حاجه. يعني غير ديك الدويره اللي خلى لي الوالد، راني راه ما عنديش حاجه اخرى، راه ما عندي لا حنين لا رحيم، ما عندي لا با لا امي، هي على الاقل عندها امها وباها، يعني عايشه ترونكيل. المهم البنات تصدمت صدمه د العمر. سحب لكم داك الراجل جا حزرني ولا شي حاجه، قال لي المهم انا غير علمتك، اللهم نجي نقولها لك، اولا نمشي نتزوج ولا درنا شي حاجه مورا ظهرك. المهم في ديك اللحظه لبست حوايجي مشيت كنجري لعند عمتي، قلت لها واش عرفتي بنتك شنو دارت ليا؟ ما خليتش، عمتي كانت كتسنى غير نقيصها، ايوا تكفط على يديها وقالت لي الفاعله يا التاركه بحالك بحال امك الله يخليها سلعه، ودرتي وفعلتي وتركتي، وكتقول لي وزيدون داك الخير كامل باغيه تعيشي فيه غير بوحدك، وبنتي كاع الا تزوج بها مالها، تزوج بعدوتك راه تزوج بنت عمتك، وزيدون مرت خوك راه قبل ما تكون كاع بنت عمتك. المهم عطاتني وبان لي من هضرتها كان عاجبها الحال وانها موافقه على داك الزواج، وكنت قلت انا واخا هي شريره، قلت انا غادي نمشي عندها، راه غادي دير العقل لبنتها وتقول لها جمعي راسك، راه ما يمكنش تجي للسيده راجلها هو مزوج بوليداتو. الا مشيت انا غضبت صافي الدار با، وحسيت بالحقره، بقيت عايشه بوحدي وزيت وليداتي حتى هما، بقيت عايشه تما كنقول راجلي يقدر اليوم يجي غدا يجي، صافي وحطني امام الامر الواقع. ملي مشيت عاوتاني نهضر معاه في الريستورون قلت له واش ما غاديش تنعل الشيطان، جي باش نهضر معاه هي لقيتها ما كايناش، صافي هي ولات مرات مول الشي، ما بقاش باقي كتخدم، واخا ديك الوقيته مازال ما تزوجوا. قال لي شوف يا ياسمين هادشي اللي وقع، بغيتي ديري عقلك وترجعي لدارك، السيده راني غنسكنها نكري لها دار وحده اخرى، راه ما غاديش تسكن معاك. وهنا انا فاش درت الخطا الفادح شنو درت؟ قلت انا والله لا جلست انا في هذيك الدار بحال تقولي غير غنقول ليه هكا غيجي يجري عندي. قلت انا السيد راه كيبغيني وفريمون كان كيبغيني وكان كيعاملني مزيان ومهلي فيا، وقلت له شوف انا غادي نخوي ديك الدار، ما حدك غتزوج بالضبط بهاديك وتزوج باي وحده الا بنت عمتي، حيت انا عارفه شنو كتسوى. قلت له انا غندي ولادي، قال لي انت حره، المصروف ديالك راه غيوصلك حتى لدارك. مشيت البنات رحلت هزيت وليداتي هزيتي حويجاتي، صحابكم هزيت شي حاجه وهزيت في دويرتي اللي هي اصلا خلاها ليا با، الله يوسع عليه في هذا النهار، كون ما خلاها ليا كون راني دابا في الزنقه. جلست تما ورفعت عليه الدعوه ديال الطلاق. صافي كنقول انا السيد غير غنرفع عليه الدعوه ديال الطلاق، صافي راه غادي يجي وغيحذرني. انا درت المهم السيد وتقول ما جا حذرني ما داها فيا، بالعكس صافي ما هذا درت له انا الخلع وفعلا طلقت. السيد كان مزروب وجلست في داري، هذا هو الخطا اللي قلت لكم درت، كنفكر كنقول لكم غير ما درتوش.
يعني كون غير نقول كون غير جلس حتى انا ونحاول انني نميل راجلي اللي عندي وما نخليش ليهم الدار ولا فراشي، ولكن قلبي ما طوعنيش وكرامه ديالي ما سمحتش لي انني نبقى مزوجه به، علما ان نقول لكم باللي راه ما كايناش الكرامه بين الرجل والمراه. ما عمرك تقولي لا كرامتي ما كتسمحش ليا، كاينين شي حوايج ولكن راك ملزوم عليه انك تجلسي معززه مكرمه في دارك ووصلك مصروفك ويدير الواجب ديالو. ديك الساعه ما كانش كيدير الواجب ديالو، يعني كيدير العدل ما بين هادي وهادي، عاد ديك الساعه نشوف انايا لشي حل. المهم بقيت ساكنه انا ووليداتي والمصروف كيجيني. المهم هو كان كيعطي مصروف وليداتو، وعاد المحكمه خرجت لي واحد القدر واخا قليل بقيت عايشه به انا ووليداتي على الاقل الكرا ما كارياش حيت الدار دبه. المهم بقيت عايشه في واحد الكآبه واحد ستريس ما نقولش لكم، 6 شهور وانا في الاكتئاب ومعيشه حتى ولادي في هذاك الاكتئاب وسمي كنخوي في الدراري كنغوت عليهم. المهم وخيتي عايشه بالطول وبالعرض. انا كانوا عندي جواسيس صحاب الحسنات اللي كيوصلوا ليا شنو كيديروا فين كيمشيو، السيد مفطحهم مبرع، وعمتي ما بقاش كتخرج من ديك الدار، ديما كاينه تما. اصلا راجلها دائما في المشاكل هي وياه، راجلها راجل كبير في العمر وعاد زهواني وعينو زايغه. المهم عمتي غير في ديك الدار وبنتها هي الامر الناهي، هي الراجل اللي كنت مزوجة به، والحب والغرام والسعادة والسفريات وانا ولا فهمو. الراجل نساني نسى ولادو. المصروف كيوصلني وصافي داز تقريبا ديك 6 شهور وانا نقول لا 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 لا، خصني نقلب على شي حل ونجمع الوقفة. كيفاش هاد الناس هادو جاو دمروا لي حياتي وفرقوني مع راجلي؟ بقى انا غير حاله فمي. قلت ما يمكنش، خاصني نرجع لهم الضربه وخاصني نرجع لهم الصعصاعين. المهم تصوروا البنات شنو درت. واحد النهار نعست ولادي مع 8:30 وانا كنصايب واحد الكاس ديال العصير، دخلت البيت النعاس ديالي وبقيت كنفكر وكندير الخطط. تصوروا لدرجه انني هزت ستيلو وورقه شنو غندير كيفاش غندير. السيد لاباس عليه، السيد دارت بي، عمتي كاع ما كتخرج من داري سابقا، يعني شنو غندير. وانا نلقى نقطه الضعف ديالهم. هو كينوض داك الشيطان اللي في دماغي وبدا كينطق وتيقول لي شوفي ها شنو غديري واشنو غديري واشنو ديري للعدوه البنت عمتي اللي ولات ضرتي. وانا كنفكر وكنقول نقطه الضعف ديالهم هو راجل عمتي. ايوا صافي قلت هنا غادي ندور به حتى انا واحد لواحد. دارت ليا هي براجلي حتى انا ندور ليها براجلها. وانا اصلا كنت صغيره وزوينه وراجلها شارف وانه زايغه. ومن ديما الصراحه حتى ملي كنت عايشه مع خويا وكانت مراته هذه بنت عمتي وكان كيجيب باها كان كيبان لي داك الاعجاب وديك الشوفه ديالته. المهم تهليت في راسي، قديت الشعورات، قديت الحاله، صايب تزيزت ووليت انا كنمشي للبلايص فاش كاين وكنتلاقى مع السي فلان كي داير لاباس عليك بخير هادي. وجيتو لنقطة الضعف ديال البكا والشكا فين ما تلاقيت معاه وليت نبكي ونشكي. وعرفتي انا وشتي داروا ليا. هو وعمتي كانوا اصلا في المشاكل وخدات ليا راجلي وبقى كان نبكي وبقيت وحدانيه وما كاينش لي يحن فيا. وشتيني السي فلان، ياك شتيني الحج، بعد خطرات نعيط عليه كاع بسميتو، شتيني السي عزيز، وليت كنحيد شويه ديك السي. المهم السيد تحل عطاني النمره ديالته قال لي شوفي انا كتبقاي فيا وعرفتك سميتو ولكن الله ينعل الشيطان حتى هي كدا ودارت. وعمتك كيقول لي شوفي كل شيء من عمتك، راه عمتك هي اللي خايبه ماشي بنت عمتك. قلت له انا عارفه اللي خايب غير خليني معك. المهم البنات بقيت انا وياه غاديين جايين نتقهوى ونمشيو لهنا لهيه، ماشي زعما كندير معاه شي حاجه نهائيا، غير كنخرج معاه نعيط ليه. المهم عمتي قلت لكم ما كتخرجش من دار راجلي سابقه، جلسه عند بنتها. انا غير نعس ولادي ونجلس على التليفون. عرفتي واش وقع ليا اليوم؟ وقع ليا هكا مشيت له هكذا ونبدا كنتحنحن عليه ونقول ليه. المهم حتى السيد طيحته في الشبكه. واخا تقدر شي وحده تسبني وتعايرني تقول لي راجل عمتك حتى هو ما اختي ما عقلوش عليا.
حتى هذيك كانت عمتي وهذا كان راجلي، وصيفطات ليا بنتها باش طير ليا الراجل. وانا لا، انا لحنين الله رحيم، انا ما عندي حتى امي وبا اللي حنوا فيا، غير بوحدي مقطوعه من الشجره. المهم بقيت انا غادا مع داك السيد، زيد حتى بقى كيقول لي نتزوجوا. نقول له ما يمكنش، كنقول له واه كيفاش غادي نتزوج بك وانت مزوج بعمتي؟ نقول له ما يمكنش تجمعني معاها. كيقول لي واش انت موافقه ولا؟ السيد كيموت على الطرب علاش كنمشي. قلت لكم راه كنعس ولادي مع 8:30 وكنشد التليفون انا وياه، ايوا كي داير ولا شويه نقول له هاجي عرفتي كاع الا قلت ليه شي كلام وبديت عليه بالحب والرومانسيه، ونخرج انا وياه ونعيط عليه شنو كليتي، ونقول ليه كل هذه راه مزيانه، المهم وما تاكلش هذه خايبه. المهم السيد كان طيب وخاص غير اللي يبدا عليه. قال لي انا كنبغيك كنموت عليك وما نقدرش نعيش بلا بك. قلت لي حتى انا كنبغيك، ولكني راه ما يمكنش تزوجي بيا وانا عمتي على الذمه ديالك. قال لي يا صافي انا ديك العقروشه، ولا كيكرهها اكثر من الاول. قال لي غنطلقها، غير قال لي ديك غنطلقها وانا كنتنهد واحد لالتي تنهيده يا البنات. فرحت كنقول صافي هي هادي يا بنت عمتي ويا عمتي درتو ليا دقه، غندير لكم حتى انا دقه ونص. بقيت كنقول ليه لا اولي لا تطلقها، غير كضحك عليا وصافي انت غير كدوز الوقت. قال لي لا شوفي قسما بالله الا انا حتى وحده مابقاش كتبان ليا قدام عينيا، كتباني ليا غير نتيا غنتزوج بيك. وراه كان راجل شاف، راه عنده 75 عام كنهضر معاكم، يعني راجل كبير. المهم بقى عليا بالحب والغرام، وانا الحب والغرام صافي حتى رفع دعوه ديال الطلاق. عمتي راها جالسه دايره رجل فوق رجل في دار بنتها اللي كانت داري، وخرجوني منها فرحانه وسعدانه حتى وصلتها الاستدعاء ديال الطلاق. بقيت كنقول له انا كيفاش غادي تقول ليها؟ تيقول لي واش انا راجل، واش انا غادي نخاف منها وهي جالسه عند بنتها؟ فين هما الحقوق الشرعيه ديالي وفين هو الاهتمام بيا؟ انا غادي نطلقها للضرر، انا باغي نعيش، واخا انا كبير باقي ندق وندردك وباغي. المهم عمتي وصلتها الدعوة الطلاق، ما عرفاش حتى حاجه علاش وكيفاش، هما اصلا كانوا مشاكل بيناتهم. بقات كتطلع وتهبط. قال لي نعطيها اللي بغات غير نطلقها. قال ليه المحامي حقوقها نعطيهم ليها كاملين. المهم ضرك عليا زلافتها. المهم داز تقريبا واحد 5 شهور طلقات عمتي، وبقات ولا تبت نبت عند بنتها والطليق ديالي. هي هذيك السيده صافي بغات تعواج، ما بقاش داك الحب والرومانسيه بيناتهم، ودخل عندهم النكد عندهم. عمتي على طول ولات كتشكي وتبكي وبنتها ناري وهما ما عارفين حتى شي حاجه. ملي طلقات جا عندي السي عزيز الشارف الهاف، كاع باش شنو قلتي؟ راه طلقت السيده دابا نتزوجوا. قلت لي هي اللي كنتسنى حتى انا. ايوا مشينا ودرنا العقد، حسي مسي حتى شي واحد ما عرف. جمعنا شي شهود غير من عنده هو ودرنا العقد، ودخلت يا لاله لداري جديده اللي هي دار عمتي. عاد وصلوها الخبر هي باللي راه شكون يتزوج بيا؟ راه تزوج بنت خوه ياسمين. وهي كتجي عندي غير ساقط الخبار هي وبنتها. ما فهمت انا علاش الانسان كيدير لك شي مشكل وفاش كيجي عادي، وفاش نتيا كديريه ليه نتيا كيجيه غراف. ياك هي خدات ليا راجلي وانا خديت ليها راجلها، ولكن هي ملي خدات ليا راجلي يعني خصني انا ما يبقاش فيا الحال، وقالت لك راه عادي. واجيو تشوفوا انايا اش تشوفوا شنو دارت. عرفتي جا ولديك الدار كيضربوا ودك دك 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 في داك الباب، حلي يا الفاعله يا التاركه. وخرج ليهم عزيز واش دار ليهم؟ سيروا عطينهم ابتساء، وانا هذه مراتي وانا مزوج وغنعيط للبوليس. وانا كنطل من الشرجم هبطي يا الفاعله يا التاركه، درتي وفعلتي وتركتي. انا مزوجه بي على سنه الله ورسوله، ودايره ليه داك الشيء اللي ما كنتش انا دايره اصلا راجلي. اش من دلع، واش من نخوه، واش من فشوش. ويركبني داك عزيز حداه في الطوموبيل ويدور بيا ويتسارى بيا، ولادي دايرين ما باغيين. المهم عيشتني واحد الحياه ما نقولش لكم، وحتى انا عيشتو داك الشيء ديال الاحلام. الهلا يوريكم من الروايح المانيكير بيديكير، راه تخيلوا راه والشعورات كل خطره في لون. يعني فرغت يعني الانوثه لواحد الدرجه. صافي الطب
ما كنخليش راسي نهائيا ولو شويه، ما كنهمل راسي ولو بشويه ابدا. يعني داكشي اللي ما كنتش دايره انا في الاول، وكنقول عادي اي وحده كتزوج في الاول عادي مع الوليدات صافي، مره هي مقاده، مره هي ما مقاداش، مره مريضه. انا ولو نكون مريضه ولا نكون النفس كيطلع ويهبط، ضروري نمشي نقاد فاري، نمشي نقاد شعري، ما ابدا. المهم السيد عيشتو، والسيد بقى غير كيهتر بيا. ياسمين طلعت، ياسمين هبطات، خليتهم حتى انا قلت لهم الشرجم، قلت لها ياك ديتي لي راجل، ايوا تا انا ديت لك الراجل واحد لواحد دابا، ايوا دابا يجي شي واحد اخر وديت انتيا. المهم شدوها الاعصاب وما رضاش، وكيقول لي الناس اللي قرابين من مني راه ما كتنعسش بالدويان. ايوا هنايا دخل ليهم الاكتئاب حتى هما لدارهم. والطليق ديالي انا ما بقاش عايش غير في داك الحب والرومانسيه. اولا حماته ولات ساكنه مع 24 ساعه على 24، ولانها طلقات ومشات في حالها. ثانيا ولاو المشاكل، مرضت هي كل خطره دايها بنتها للطبيب، دي عند بسيكولوج، هذا نفسي، هذا شوافه، انتم عزيزين عليهم الشوافات، الطالب يقرا عليها، هذا الراقي. المهم بحال حسات انني درت ليها تقوليبه ديال بصح. المهم بقيت انا مع عزيز ياك حبيبه وياك تاج راسي وهزاه فوق الراس صراحه. راه واخا كان زهواني، راه قسما بالله الا كان تهلا فيا كتر ما تهلا فيا داك الراجل الصغير، ومهلي لي حتى في ولادي. يعني داير ليا ما بغيت، ولكن انا ما كفانيش انا هاد الانتقام هذا، بقيت عليه كنلحل عليه. ودابا عزيز غتخليني ليهم، وشفتيني انا ما عندي لا حنين لا رحيم، ما عندي لا خويا لا با لا امي لا اختي. وشتي داك العمه اللي عندي، شفتي بنت الحرام اش دارت ليا؟ ايوا كتب لي الدار عافاك وزيد وزيد، بقيت كنتلحلح عليه حتى كتب لي الدار بثلاثة طاج، كتب لي ديك الدار في سميتي. ايوا وارتاحيت، صحاب ليكم كفاتني، بقيت عليه كتب لي هادي، كتب لي هادي، تا خليته على الدص. ولكن الصراحه باش نقول لكم عجباتني الحياه معاه، واخا راجل كبير وما طلبتش منه غير، عجبتني ديك الحياة معاه، ولا فششني اللي بغيتها كاينه كيحضرها ليا. وانا هي مولا الري والشوار، ما كيدير حتى شي خطوه حتى كيقول لي شنو بالك في هادي ندير هادي. بحال الا عرفتي كنقول شوف، هو كانت خاصه المراه وانا خاصني الراجل. ايوا بقاو كيكبروا الوليدات، دوز مع المسكين 7 سنين وتوفاه الله، صافي الله يرحمه. وراجلي طليقي كيجيوني اخبار عليه باللي راه فعل كدا، البيزنس ما بقاش ماشي كما هو. السيده بقات جالسه عليه مقرقره تما، عمتي مرضات ما بقاش كتمشى، ولاو يديروها في كروسه، كبرات شرفت هرفات وباقا في الشوافات. ولكن داكشي مبقاش كيقضي ليها والو مع الراجل. ايوا وحتى الطليق ديالي بحال تحلو عينيه، ولا كل مره يجي يعيط عليا، بغيت نشوف ولادي، بغيت ولادي، خرجي لي ولادي، بحال مركزيه على ولادو. واصلا كما قلت لكم راه بنت عمتي ما كانتش كتولد، حس بالفراغ ولدرجه تصوروا ملي كدي ليه ولادو كيقول لي غير ام فلان، زعما على حساب ولدي بلي راه انا وياك راه بيناتنا الولاد. شويه بدا كيتلحلح عليا، وانا درت اكبر غلط، وعرفتي شنو كون اللي ما تزوجت بها ودارت ليا فعلت ليا، وانا بغيت الولاد. قلت له ياك كانوا عندك الولاد، ولا انت كنتي كتقلب على حاجه وحده اخرى، ما كنتيش كتقلب على الولاد ديك الساعه. ايوا قلت له انت ربي عطاك، ياك ربي عطاك 4 د العيالات، ايوا سير تزوج الثالثه. قال لي لا، وانا بيت وليداتي نجمعهم، وعرفتي بنات كي ولا، وبحال كبرتي واحد 30 عام، كبر بالهم والغم والنكد، ومراته ولات مقابله غير امها، وديها السبيطارات وديها لهنا، ما بقاش عايش ديك الحياه ديال الاول. وانا كنت ضاربها بالركله وعايشاها بالطول والعرض. خلى لي راجلي الحمد لله بطونوبيلتي، وليداتي تا هما عايشين في الخير. وقلت له انا ما نحرمكش من ولادك، وقت اللي بغيتيهم اجي تشوفهم. راجلي منين طلقت ودرت الفلوس وليت على خير، عاد هو باغيني. يعني الطليق ديالي كيقول لي شوفي نطلقها ونتزوجوا انا وياك ونرجعوا لدويرتنا ونركبوا ولادنا ونعيشوا حياتنا. ولكن تصوروا يا البنات، راه كنبقى نفكر فيها نقول يقدر يطلقها،
ونرجع انا راجلي. تقدر شي وحده تقول هذه الفكره، ولكن انا عارفه انه اكبر عقاب لي هي هذيك مرت خويا، حيت انا عارفاها ملي كنت انا عايشه معاها، ملي كتمكد عليا الحياه. نكديه نكديه ديال بصح. وحتى من حطات عيني على راجلي كان غير الظن فيا، ماشي زعما حيت هي كتغير بغات تفقسني. المهم ولات عمتي مريضه ومقرقره في ديك الكروسه، كنقول وانا حتى كاع الا قنعته، قلت انا نقنعه ونرجع ليه، ولكن يطلقها عاد يرجع ليه ونخليه يطلقها. في الاخر نقول له راه انا ما نرجعش معك، حيت انا الصراحه ما بقيتش قادره نثق فيه، وكرهته اصلا، ولا كيبان ليا كحل كالظلام، حيت اصلا باعني في اقرب فرصه. ومع ذلك تنقول عرفتي شنو، خلي هذا كبر عقاب ليه. والسيدة ما كتولدش ولادو انا عندي، وناكد والهم والغم عايش معاه في داك الدار. اللهم خليه داك الشيء اللي كيستحق عطاه ليه الله. وتنقول عاوتاني علاش ما نطيروا ليها ونتزوج بيه ونرد ليه الصرف. كنقول لا لا لا، انا رد الصرف غير لراسي. اش بغيت انا داك الهم ديالو تهنيت منه. صافي خديت واحد القرار، ولات عندي واحد القناعه، عندك فلوسك عندك ولادك، وراجلك الله يرحمه لدرجه راه كنت خديته انا غير باش وراجلك الله يرحمه لدرجه يا البنات انا كنت خديته غير باش ننتقم. والله لا تعلقت به وبغيته، كنقول الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار. خلى ليا كل شيء، خلى ليا فلوس عايشه بخير وعلى خير، فين ما حطيت راسي الارض كنقول الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار. صافي ولفت انا داك العز، ولف داك الطريقه باش كان كيعاملني راجلي الله يرحمه، ماشي بحال داك ميخيله كنت مزوجه به. المهم في الاخر خديت قرار وقلتها لي، قلت له شوف انا الصراحه ما بقيتش قادره اصلا انني نتحمل انني نجلس انا وياك في واحد البلاصه. عرفتي كي ولاو عيني فاش كنقولها لي، راني كنتلدد وانا كنقولها لي. قلت له شوف انا الراجل اللي ما دار لي القيمه واللي انا معاه ما عندي ما ندير به. طلقتيني ورميتيني انا وولادي وما كتسولش فيا وتزوجتي عليا العدوه ديالي، انا خيرتك وقلت لك انا مستعده نرجع معك وتزوج باي وحده الا هذيك، ولكن انت لا. صافي خليته كيبرقق في عينيه، ولحد الساعه راه هو باقي عايش مع ديك السيده. وتا بغيت انا نتزوج ونتزوج بشي واحد همه وشان، ماشي نتزوج بشي شياطه. ايوا هذه هي قصتي وحياتي، وكيفاش انتقمت عمتي الغداره وبنت عمتي. هذه هي حكايتي. شكرا لكم بزاف على الاستماع.